ازيكم عاملين ايه؟ شايفين السجق الحلو ده؟ عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه جدا. بنص كيلو سجق عملنا احلى وجبه. وكمان المكرونه بطريقه جديده جدا، لو جربتوها مش هتعملوا غيرها. شايفين الصوص اللي في الطبق تحت ده عندي اهم من الطبق كله. تحفه، واخد طعم السجق بطعم الخضار، حقيقي طعمه جميل جدا. لما تحطيه على المكرونه هتلاقيه اختلاف رهيب. ممكن تقلبيه على المكرونة أو ممكن تعملي زي ما أنا عملت كده. تعالوا نشوف هنعمل الخلطة الحلوة دي ازاي. معانا نص كيلو سجق بلدي، معانا بصل، طماطم، فلفل ألوان. ما عندكيش فلفل ألوان ممكن الفلفل الرومي عادي جدا، تقطعي التقطيعة اللي انت عايزاها. أنا بحب أقطع بصراحة الخضار كبير، أولا عشان الألياف بتاعته كل ما بتتقطع أرفع كل ما الفايدة بتقل، وده زي ما أنا سمعت من الدكاترة. فانا بحب اقطعه كده وبحب اكله بالشوكة مع المكرونة والسجق، بس طبعا كل واحد حر في اختياره. تمام، انا دلوقتي هقطع السجق. في ناس بتعمله زي ما هو، في ناس بتحب تقطعه. انا بصراحة احب اقطعه لان ولادي ما بيحبوهوش سليم، بيحبوه مقطع، لكن طبعا ليكي حرية الاختيار. انا السجق عندي كان طازة، كنت لسه جايباه، فعشان كده كان بيتهري مني. فانت لو هتجيبي سجق وهتقطعيه ياريت يكون قبلها بيوم محطوط في التلاجة عشان يكون ماسك نفسه. انا اللي خدمني بصراحة ان السكينة كانت حامية فكانت بتقطع معايا كويس، لكن برضو غير لما يكون في التلاجة شوية بيتقطع افضل من كده. لو هتعمليه بحاله خليه عادي تعمليه صابح زي ما هو. ما ننساش طول ما احنا بنعمل الاكل ندعي ونقول سورة قريش عشان ربنا يبارك لنا في الاكل بتاعنا. تمام، هنقول لا حول ولا قوة الا بالله طول ما احنا واقفين. هتحسي بفرق وراحة نفسية حلوة جدا طول ما انتي بتطبخي. اهم حاجة يا جماعة في اللحوم تختاري الجزار بتاعك كويس. طول ما الجزار نضيف طول ما انتي هتاخدي الحاجة منه وانتي مغمضة، وخصوصا المصنعات دي، لان بصراحة في ناس ما عندهاش ضمير في الحاجات دي، ما تعرفيش هو بيحط ايه جوه السجق. وخصوصا ان التوابل بتداري كل حاجة، يعني لو اللحمة مش كويسة انت مش هتحسي بيها لان التوابل هتداري. فلازم تكوني واثقة في الجزار اللي انت بتتعاملي معاه. انا بصراحة استحرمت اللحمة اللي على السكينة دي فنزلتها. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هنجيب طاسة سخنة جدا، ما ينفعش انزل اي لحوم على طاسة باردة. هجيب حبة زيت وهنزل فيه السجق بتاعي ياخد صدمة في الاول. ما ينفعش يا جماعة انزل على طاسة باردة، هيفك منك ومش هيبقى حلو وهينزل كل ميته. تمام، هبدأ ان انا افكه من بعضه كده علشان ما يكلكعش ببعضه وما يمسكش ببعض. طول ما انا بقلبه لازم افكه من بعضه كده علشان ما يكلكعش. تمام، هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نضيفش يا جماعة توابل كتير لان هو بالفعل فيه توابل كفاية جدا، الملح والفلفل. هسيبه بقى خالص، مش هفضل اقلب فيه عشان ما يتهريش مني لغاية ما احس ان هو بدأ ينشف من تحت وياخد لون. ساعتها هديله تقليبة وتشويحة صغيرة. الاكله دي بيتعمل جنبها كبده، بس طبعا انتوا عارفين ان اسعار الكبده دلوقتي عاليه، فاحنا بنكتفي بالسجق بس. انا كنت بعمل كبده وسجق مع بعض بصراحه، بس انا النهارده اكتفيت بالسجق بس. انتوا حابين تعملوا كبده وسجق مفيش مشاكل خالص. في ناس بتحب تعملهم كوكتيل كده على بعض، اللي هو يعملوا ده لوحده وده لوحده ويضيفوا الاتنين على بعض، لكن انا بكتفي بالسجق المره دي بصراحه. بالخضار بيكون طعمه حلو جدا. بصوا هبدا اقلبه يكون خد لون من تحت علشان ما يتهريش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام، ممكن برضو نعوضها بكبد الفراخ. لو انتم من النوع اللي بيحب يصنف ما بيحبش ياكل حاجه واحده، ممكن نعمل جنبها كبد فراخ بنفس الطريقه، كبد فراخ اسكندراني كده. شايفين خلاص بدأ ان هو هيتشوح وهياخد الصدمة بتاعته ولونه هيبدأ يغير. هبدأ انزل عليه بقى بالخضار بالتدريج. ما تنزلوش الخضار مرة واحدة، هننزله واحدة واحدة، بس نستنى لما نتأكد ان هو اتشوح من كل الجوانب. تمام، انا الاول كنت بعمله برضو على رز بسمتي، كنت بحط الرز البسمتي، لكن دلوقتي
الواحد بدأ يقتصد شوية شوية، نحاول قدر الإمكان اللي غلي علينا ما نجيبوش. هنبدأ بقى دلوقتي ننزل بالبصل الأول، علشان البصل أكتر حاجة بتاخد سوا في الخضار ده. تمام، هننزل البصل الأول ياخد طعم السجق والسجق ياخد طعمه، لأن بصراحة الاتنين مع بعض بيعملوا مزيج حلو قوي البصل مع السجق. في طماطمية كانت مستعجلة على النزول فأنا مرضيش أزعلها ونزلتها. هسيبه بقى يتشربوا من بعض. تمام، وهبدأ بعد كده أنزل الخضار واحدة واحدة. أنا عن نفسي بحب السجق أكتر من الكبدة، انتوا بقى بتحبوا ايه؟ اكتبولي في الكومنتات انتوا بتحبوا ايه، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تمام، حطيت كمان حتتين توم مفرومين. الحاجات دي واكل المصمت يا جماعه بيحب التوم جدا، فلو حتى لو التوم كتر شويه برضو بيدي طعم حلو قوي، بس طبعا ما نكتروش زياده عن اللزوم، يعني كل حاجه بالاعتدال بتبقى حلوه جدا. تمام، هنبدا بقى نقلبه كده عشان كله يشرب من بعضه، وعشان كمان التوم يفك، لان انا التوم عندي مجمد. السجق ده كمان ممكن نعمل منه فطيرة السجق، بتبقى حلوة جدا، هعملها معاكم بس تتابعوني وتفعلوا الجرس عشان اول ما تنزل تشوفوها على طول. فطيرة السجق حلوة جدا ومغذية وموفرة جدا. هنبدأ انزل بقى بالخضار كله، وما تقلقوش الفلفل ده هيدبل، يعني مش هيبقى كده زي ما هو، زي ما قلتلك التقطيعة اللي انت حباها قطعيها. في ناس ما بتحبش الطماطم فممكن تستغني عنها، في ناس ما بتحبش الفلفل الالوان ممكن تحطي بداله فلفل اخضر، فلفل حامي، اللي انتوا عايزينه ضيفوه. يعني الاكله مفتوحه لاي حد حابب يبتكر فيها، بس انا حابه اقول لكم طريقتي زي المطاعم، لان انا خريجه سياحه وفنادق وشفت الحاجات دي بتتعمل قدامي لايف، فانا بنقل لكم طريقه اكبر الشيفات اللي هم اصلا بيعملوا الاكل بمنتهى البساطه ومن غير اي تكلف خالص، عشان كده بيطلع بحلاوته وبجماله اللي احنا بندوقها في المطاعم دي. حاجات بسيطة جدا يتهيألك ان هي فخمة وان هي متكلفة، لكن بصراحة بتكون اقل التكاليف جدا، فاحنا هنعملها في البيت احسن واوفر. هبدأ اقلب من فوق لتحت كده علشان ما اهريش السجق بتاعي، ما يتهريش مني. هقلب من فوق لتحت بالراحة جدا، هخلي الخضار هو اللي من فوق علشان ما يتحمرش وينشف، وهخلي السجق هو اللي من تحت، وهوطي عليه النار وهغطيه يتشرب في بعضه. تمام بالظبط كده، هبدأ ان انا اوطي النار اهو واغطيه علشان يتشرب كله ببعضه. بصوا شكله بعد حوالي 10 دقايق السجق نزل ميته والخضار نزل ميته، وهيبدأوا كلهم كده زي ما بنقول يشكشكوا ببعض، ده ياخد من طعم ده وده ياخد من طعم ده. عايزة اقول لكم الريحة فظيعة يا جماعة، بجد قلب ريحة المطبخ، ريحة حلوة جدا جدا، وطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، واي بنوتة او عروسة مبتدئة هتعرف تعملها بمنتهى البساطة، غير ان هي سريعة، يعني مش محتاجة منك اي مجهود. هنقطع كل الخضار وهنرميه في الصينية، خلاص مفيش نص ساعة هيكون اتعمل كده، خلاص قرب دخل في مرحلة السوا خلاص. هينزل الصوص بتاعه، الصوص ده فظيع لما بيتغمس بعيش حقيقي بيبقى فظيع، ويا سلام بقى لو عيش شامي حاجة كده رهيبة، جربوه ودعولي، حلو جدا جدا. بصوا انا بقى بقلبه في بعضه، شايفين الفلفل بدأ يدوب وبدأ خلاص ان هو يستوي معايا ويبقى طري وجوسي كده وحلو قوي. الحاجات دي لما بتبقى جوسي او الاكلات دي بتبقى افضل بكتير من لما تبقى ناشفه. عارفين كمان لو عملتوه في طاجن وحطيته عليه المكرونه هيبقى طعمه حلو جدا. طريقه تانية حلوه هنعملها مع بعض. هنا بقى هبدأ اعمل المكرونه بطريقه جديده مختلفه خالص من غير سلق، على طول هنا هجيب حته توم وهفكها في الزيت زي ما احنا شايفين، لان انا قلتلكم ان الثوم عندي مجمد زي ما احنا شايفين كده، انا بجمده من السنة للسنة، بجيبه بفرمه وبخزنه وبجمده من السنة للسنة. بسم الله، هستنى لما الثوم يفك معايا خالص عشان ياخد التشويحة بتاعته، ما نزلش عليه الطماطم غير لما يبدأ يفك خالص علشان طعمه يبان. هسيبه كده مع نفسه يفك وانا بقلبه وبحركه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. شايفين بيبدأ يدوب معايا ازاي؟ وصفة المكرونة دي حقيقي هي وصفة اللي هتاكلوها في أي مطعم. مفيش مطعم بيسلق مكرونة يا جماعة عشان نبقى عارفين. سلق المكرونة ده لو اتسلقت منه بتتهري وبتبوظ، يعني خلاص النشا اللي فيها بيبدأ ان هو مع الوقت بينفشها وبيدوبها ويكسرها، وطبعا المطعم مش عايز يخسر، فهو بيعملها بالطريقة دي. بيكون مجهز الصلصة بتاعته على الشغل، وأول ما العميل بيبدأ ان هو يطلب المكرونة بيقوم منزل المكرونة نية تستوي في صلصتها زي ما هي، ما بيستنيش ان هو يسلقها ويبدأ ينزلها. مش هتبقى حلوة، مش هتبقى فيها اي اختلاف. جربوا الطريقة دي هتحسوا ان انتوا بتاكلوا في اكبر مطعم حقيقي. يعني الطريقة دي طريقة شيفات كبار. هنا بصوا التوم بدأ يدوب معايا خالص، هديله بقى يصفر معايا كده، ياخد لون مش هنغمقه قوي يا جماعة عشان ما نحسش ان هو اتحرق، يا دوب يصفر. هنزل بالطماطم سليمة كده زي ما هي، مش هفرمها. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. هنسيبها سليمة زي ما هي، بس قبل ما نشوف هنعمل فيها ايه اوعوا تكونوا نسيتوا تحطوا لايك او تشتركوا في القناة وتسيبولي كومنت حلو بدعوة حلوة عشان نكمل مع بعض بقية الوصفات. ما شاء الله اللهم بارك. وكل سنة وانتوا طيبين يا جماعة بمناسبة السنة الجديدة، يا رب تكون سنة خير وسلام علينا كلنا. تمام. حطينا هنا شوية مية وهغطي عليها النار واغطيها واسيبها لغاية لما تاخد غلوتين كده وتستوي مع نفسها. تمام. هنا خلاص بدأت ان هي تتغلي وتستوي وتنزل ميتها. هطفي عليها بقى واضربها في الخلاط او بالهاند بلندر المتاح عندك. ده شكلها بعد ما ضربتها بالهاند بلندر وحطيت عليها الملح والفلفل وقطعت فيها فلفل رومي اخضر. في ناس بتقطع فلفل حامي، لكن طبعا عشان الاطفال انا مش هينفع اقطع فلفل حامي، هو فلفل رومي اخضر بيديها تيست حلو جدا وطعم حلو. هنزل بالمكرونة اهي زي ما هي، مش هسلقها، هقلبها علشان اخلي السائل بتاع الصلصة يتغلغل فيها كلها. تمام. حط شوية مية عليها لان حسيت ان هي هتبقى قليلة على كمية المكرونة دي. خلي عينك دايما هي ميزانك، يعني لو حسيت ان المكرونة اكتر من الصلصة زودي شوية مية صغيرين. حسيت ان الدنيا تمام خلاص يبقى زي الفل. هنبدأ بقى ان احنا نقلبها ونوطي عليها ونغطيها تستوي مع نفسها. تمام. ده كان الشكل النهائي بتاع المكرونة بتاعتنا، كانت حلوة جدا جوسي تحفة. رأيكم ازاي اللي بناكلها في المطاعم الكبيرة؟ حلوة جدا جدا جدا. جربوها بالطريقة دي ومش هتعملوا غيرها. ما تنسوش الاشتراك. نورتوني في مطبخ سيما.